السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في مطبخ حبيب للأكلات والحلويات. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، توحشوني من الفيديو للتاني والله. النهاردة قلت أعمل شوربة سي فود، تمام، وقلت لازم أعملها معاكم عشان الحاجة أنا ما بتطلعش حلوة غير وإنتوا موجودين معايا وأنا بعملها. بصوا جبت بقى إيه سي فود اللي هو بيتباع جاهز، تمام اهو. بس طبعا فصلت سمك الفيليه عنه عشان خاطر السمك الفيليه طبعا معروف ان هو بيستوي على طول، انما ده بياخد وقت شويه، فقلت لازم اعملها معاكم. اديني حطيت حله على النار وحطيت فيها سمنه وقطعت بصلايه اهو. نبدا بقى نعملها سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط كده البصلايه اهو. حطيت البصلايه الاول الاضاءه البصلايه بنديها تشويحه كده دوبك، معلقه سمنه مش كتير يعني عشان خاطر برضو تدينا الطعم بتاع الطعم بتاع البصله. هو طبعا كده احنا هنصفيها يعني مش هنحطها زي ما هي، بس عشان خاطر طعم البصله طعم نفسه يبقى فيها كده. نبدأ بقى نحط معاها كده شوحت كده. هنروح حاطين بقى نحط طماطمايه. انا كل حاجه هعملها معاكم، والفلفل ادي حطينا الفلفل. هنحط بس يا دوبك نص الطماطمايه، مش كله، مش دلوقتي، يا دوبك حاجه بسيطه. نحط الحاجات اللي هي بتاخد سوا شويه اهو. انما طبعا الفيليه انا مش هحطه دلوقتي خالص، نديها تشويحه كده. انتوا هتبصوا تلاقي لونها لوحده اتغير كده. جايبين لها ورق اللوري حاطين عليها ورق لوري اهو عايزين كده اللوري. طبعا بتحط فصين حبهان وملح وفلفل اسمر، حاجه بسيطه عشان خاطر ما تسمرش الشوربه. ادي الملح، شويه كمون اهو كده، الكمون روح السمك بقى، شويه فلفل اسمر يا دوبك حاجه بسيطه، تمام. ده بقى كده حطينا خلاص عليه التوابل وحطينا الحاجه واللوري. بس بقى الميه تحط هي سخنه، تمام كده اهو. كده بص اللون ده كده الميه.
هنحط بقى معاهم ايه؟ طبعا مع الميه حطينا مثلا حوالي 2.5 كوباية ميه، نحط معاهم كوبايه لبن. وادي كوبايه اللبن اهو. تمام. دي بقى ايه؟ بديله للكريمه. عندك كريمه وعايزه تحطيها حطي كريمه، ما عندكيش حطي اللبن. بصوا طبعا احنا مش هنحط السمك الفيليه دلوقتي، يعني حوالي مثلا 10 دقايق كده ونحط السمك الفيليه، بس طبعا احنا مش هنحطه بالحجم ده. تمام. احنا هنحطه نقطعه، نزود كمان شويه ملح عشان انا احب الايه الحاجه ما تبقاش مالحه، لان هي لو مش مالحه هتبقى نقدر نظبطها، انما لو مالحه مش هنقدر نظبطها. نقطع كده السمك اهو مع بعض، نقطعه كده عشان ما اطولش عليكم. بس هنقطع السمك واجيلكم كده. خلاص شايفينه غلي ازاي اهو. خلاص شايفين كده باينه. نبدا بقى نحط ايه؟ نحط فصين حبهان اهو. شايفين 3 فصوص حبهان وبالعدد حطيناهم فيه. ونحط بقى ايه؟ السمك. تمام. عشان السمك ده بنحطه اخر حاجه. ده بنقعد له حوالي 10 دقايق وخلاص على كده بيستوي. نزوده ايه؟ نزوده نص كوبايه ميه كده. نروح حاطين، نحط الطماطم شويه اللي قلنا عليهم اهو. تمام. حاطين رشه لبن عليه كده. نسيبه بقى كده حوالي 10 دقايق على النار. ندوق الملح بتاعه. بص شكل الشوربه. طب بالذمه مش احسن وانضف من اللي بنجيبها من بره؟ ندوق الملح كده. رهيبه رهيبه. ما تقولوش بقى نجيب سي فود من بره تاني ولا خالص. مفيش اجمل من الحاجه البيتي. بصوا يا دوبك شوفي السمك ايه بقى يستوي على طول اهو. خليه كده لما يستوي. صدقوني انتوا عارفين لما تجيبوا الحاجه من بره بيبقى الواحد والله برضو ايه مقلق وشاكك فيها، انما لما يعملها في البيت انضف واحسن مليون مره من حاجه من حاجه بره. حاجه البيت احسن مليون مره من حاجه بره، احسن وانضف. كده مجرد ما يغلي هيكون السمك استوى. وهنغرف بس لما يستوي خد له مثلا زي ما قلت لكم حوالي 10 دقايق. بصي كل حاجه اهي استوت، الا ايه السمك بس باقي عليه حاجه بسيطه. بيغلي اهو اهو. شايفينه كده غلي خلاص كده. ايه عدوا ال10 دقايق. نبتدي بقى نغرف بقى احلى شوربه سي فود في الدنيا كلها. وطبعا تخلي بالكم ايه اللي ظهر له حبهان يشيله كده. بصوا بالذمه شكل الطبق ده كده مش يفتح النفس؟ مش هيخليكم تقوموا تجربوا الطريقه اللي انا عملتها وتعملوا زيها؟ بصوا جمالها. بصوا مفيش اجمل من كده ولا انضف من كده. صدقوني الطبق ده كده لوحده قيمته الغذائيه ما يعادلهاش اي حاجه خالص.
بصوا الجمال، شايفين شكله؟ بصوا الطبق بالذمه ده شكله مش يفتح النفس، مش هيخليكم تقوموا تجربوا الطريقه. شايفين جمالها؟ وطبعا انا قلت لكم على الطريقه وقلت لكم. بصوا الجمال، ندوق كده كمان. يا نهار ابيض، لا بجد حكايه، والسمك استوى يعني بجد حقيقي مفيش انضف ولا اجمل من كده. وانا خلاص طفي عليه، نحط كمان شويه ايه شوربه كده. بصوا الجمال، بصوا حلاوته. صدقوني لو جربتوا الطريقه دي هتاكلوا وتشربوا احلى شوربه سي فود بيتي من اعمال ايدك في الدنيا كلها. بصوا، وانا الطريقه طبعا عملتها قدامكم كلها من الالف الى الياء، يعني كل حاجه عملتها قدامكم، حطيت المقادير كلها قدامكم. طبعا لو عجبتكم الطريقه اوعوا تنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم بس الحاجات والاكلات البسيطه اللي انا بعملها. وطبعا اعذروني لو كنت مقصره معاكم في الفيديوهات، بس انتوا طبعا عارفين برضو المدارس دخلت والواحد مش فاضي خالص والله. انا بحاول على قد ما اقدر اعمل اكلات بسيطه وايه واوريها لكم واعملها معاكم. وانا قلت لكم قبل كده احسن اكله واجمل اكله اللي انا بعملها وانتم موجودين معايا. طبعا لو عجبتكم الطريقه وتنسوني في اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ده لو عجبتكم الحاجات البسيطه برضو اللي انا بقول لكم عليها. ناقص بس حاجه واحده، انكم تتفضلوا معانا وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.